وأحبتي في العراق وخارج العراق. اليوم عندي نقطتين أو ثلاثة راح أناقشها حول موضوع العراق. الموضوع الأول بأنه نتكلم على صفحات التواصل الاجتماعي. صفحات الاتصال الاجتماعي عملوها للتواصل بين الأهل، بين الأصدقاء، بين الأحبة، تبادل معلومات، تبادل علوم، تبادل سياسة، تبادل اقتصاد، تبادل أي شغلة تفيد الإنسانية والبشرية حول العالم. وثاني شيء تكون دعايات مثلا لأفلام أو شغلات خاصة بكل شخص يحب مثلا يبرز البزنس ماله، يبرز الشغل مالته. بعد ديمقراطية 2003 اللي حصلت بالعراق وصل النت للعراق. الناس اعتبروا الديمقراطية بالعراق هي عبارة عن سب وشتم. سب وشتم لكل من يعارض أي شخص، مو شرط احنا لا نذكر طائفة أو قومية أو ديانة أو كذا. فكل شخص حسب تربية اللي تربى عليها بالبيت أو بالمدرسة أو بالجامعة أو بأي مكان. تحولت صفحات التواصل الاجتماعي العراقية أغلبها إلى سب وشتم. سنة شيعة، مسلمين غير مسلمين، كراد عرب، تركمان كراد. فتحولت العملية من منفعة إلى العالم إلى سب وشتم وتفرقة. راح يقول بعض الأشخاص أنت صفحتك على الفيسبوك صفحة طائفية. راح مو دفاعا عن نفسي ولا دفاعا عن الناس المسؤولين بالصفحة ولا الناس اللي هم يديرون الصفحة ومرات أنا أديرها. الصفحة اللي يعتبروها طائفية الناس اللي هم عادة طائفيين بالدم. اللي دا نقله عن صفحتي وبصفحتي هو شغلات قاعد تصير بالصوت والصورة دا نحطها في العراق. لما يقولون عني طائفي من أي ناحية مثلا؟ أنا بعمري ما ذكرت لا طائفة ولا قومية بسوء، وأتحدى أي شخص يجيب لي فيديو أو مقالة أنا تكلمت بيها قلت شيعة أو قلت سنة أو قلت فلان حزب أو فلان كذا. أنا أتكلم بالسياسة، أتكلم بالسياسة بطريقة سخرية، بطريقة سياسة وسخرية من الوضع الحالي من 2003 لحد اليوم. أنا ما أتجاوز ولا أحب أتجاوز لا على طائفة ولا على شخص ولا على أي كائن من يكون، حتى لو عارضني أقعد أتناقش وياه. بس اللي يسب ويشتم طبعا المسؤولين على الصفحة رأسا يسوي له بلوك، وهي دقمة تسوي له بلوك. خلي يسب خلي يشتم. هو هذا الإنسان الضعيف سلاح السب والشتم. الإنسان اللي ما عنده حجة سلاح السب والشتم. فوصلت أنا مرحلة بأنه تحولت الصفحة إلى أكثر من صفحة تواصل اجتماعي، إلى سياسة، إلى اقتصاد، إلى ترفيه، إلى سخرية من السياسيين والعملية اللي يسموها سياسية بالعراق، إلى التواصل مع أصدقائي وأحبتي اللي ما أشوفهم اللي بغير بلدان أو بالعراق. فالناس اللي يتهموني بالطائفية وبالذات خلينا نكون نحكيها بالقلم العريض، الناس اللي محسوبين على أهلنا الشيعة. أولا إذا اتهمتوني أنا بأنه ضد الشيعة فهذا طبعا الأمر غلط. نص عشيرتي شيعة، زوج أختي شيعي، ابني عمر شيعية من كربلاء، فكيف أكون شيعي ضد الشيعة؟ يعني خلينا ناخذها، يعني مو احنا من نتكلم لازم نتكلم بمنطق وواقع. فمن يتهموني يقولوا لي انت تسب الشيعة وانت كذا وانت كذا. تعرفون هذه الصفحة مالتي الخاصة على الفيسبوك بالذات، يعني تعرفون كم شخص ترك؟ شوف اكو فرق بين شيعة العراق العرب الأحرار واكو شيعة الاثنا عشرية الإيرانية. للأسف وأنا دائما أقول أهلنا الشيعة للأسف بدت يعني النسبة
من دول العقلاء واللي عندهم عقل نير تنخفض. ليش؟ لأن دولة صار لها من 2003 لحد هسه نهاية 2015 لطم، سب أم المؤمنين، سب الصحابة، يعني تحشيد. العمل الإيراني صار تحشيد لبناء جيل جديد يلعن، يسب، يعمل أي شيء مخالف للدين لتشويه الدين الإسلامي وبالأخص المذهب الشيعي. فهنا صار اختلاط بين الشيعة العراقيين الأحرار اللي هم تقريبا نص الصفحة ومشتركين بيها، والشيعة اللي محسوبين على إيران اللي يسموهم الاثنا عشرية. هذول الاثنا عشرية ناس جهلة، ناس مرتزقة، ناس لا يعرفون الله ولا يعرفون شيعة ولا يعرفون حسين ولا يعرفون أي إمام، مجرد خزعبلات دخلوها على بلدنا، غسلوا عقول الجيل اللي انبنى من 2003 لحد هسه، طلعوا لنا جيل محشو ومحشى بالطائفية، بالخزعبلات، بالحقد. الحقد هو هذا الشيء اللي أريد أنبه عليه. الحقد اللي صار بهذا الجيل اللي طلع عندنا، جيل قاتل، جيل يحب الشماتة، جيل يسب ويلعن، جيل ما متعلم، جيل ما مثقف. والمصيبة الأكبر يدزوهم للخارج بأي طريقة، أما مهزوم أو مجند. المجندين هم على مود يخربون الوضع على اللاجئين، فعلا هم مهزومين من العراق. فمن يتهموني بالطائفية ويقولوا لي أنت تحرض على الطائفية، والله أني هذه الصفحة مالتي، وأني إذا أنتم تؤمنون بالديمقراطية اللي أنتم جبتوها للعراق، هذا الرأي مالتي، رأي شخصي، أنا أتحاسب عليه، أدخل جنة، أدخل نار، أكافر، مسلم، هذا مو شغلكم، أنا وربي أتجازى. مو تجون أنتم، يعني ترى شوفوا، أنا قلت لكم من الأول لا يهمني سب ولا شتم، بالعكس أنتم أصلا خفضتوا علي سيئات مالتي، زين. فاللي يقول أنت ضد الشيعة لأن الحكم راح من عندكم، الحكم العراقي بالنظام السابق ما كان شيعي ولا كان سني ولا كان كردي ولا عربي، كان حكم علماني ما له شغله بالدين وما له شغله بالمذاهب، بالعكس كان كل شخص له حريته وله شغله، مو دفاعا عن النظام. أنا راح تقولوا لي ليش ما تطلع جرائم النظام السابق، راح أحكي على جرائم النظام السابق ومو مشكلة عندي، بس انتوا تقولون احنا جبنا ديمقراطية للعراق وحرية رأي وحرية كذا. ده تشوفون انتم مظاهرات، وانا قلت لكم على المظاهرات، مظاهرات ما تنفع ويا هذه الحكومة، شيل سلاحك وروح للمنطقة الخضراء. العراق مليان سلاح، هذول ما راح يطلعون لا بمظاهرات ولا حيدر عبادي ولا غير عبادي، نفس الحزب ونفس الحثلق والزبالة اللي موجودين من 2003 ما تغير وجه. فهنا من يتهمون بالطائفية، أنا أقول لهم خاصة دولة الاثنا عشرية وجماعة إيران، تقولون أنت ضد الشيعة، طبعا أنا أكون ضد هذول الناس، جماعة قاسم سليماني وهادي العامري اللي كانوا يقتلون جنودنا بأيام حرب القادسية، اللي فعلا جرعت السم للعجم وخميني الدجال. وأنا مو من طبعي من أتشمت بشخص مات، يعني أنتم تعرفون كل الزين عدي صدام حسين، الناس من أنا عارضت النظام وعارضت عدي وكتبت كتب وكتبت سويت شغلات، بس يوم اللي مات أنا قلت الله يرحمه، هو وربه يتجازى، بعد ما لي شغل. الناس تقول لي شلون أنت تعذبت، أنت دخل السجون، جلدك صار طلعوا له جلد، قتل والدك، نعم كل هذا صار، بس من مات انتهى شغله وياه، أنا هو وربه يتجازى. أنا مو أقعد أتشمت ولا أقول مثلا هو عمل كذا وهذا، من مات انتهت القصة مالته وياه، لو كان عايش لحد اليوم أعارضه، لحد هسه هذه اللحظة أنا اللي أحكي وياكم أبقى أعارضه، بس من مات انتهى، الله يرحمه، هو وربه يتجازى. فهم يقولوا لي لا لازم تلعن، ليش أنا ما لعن أحد،
يعني ما عندي أنا شغلة اللعن والسب وعلى الميت، ما عندي، ما متربين على هالشغلة، ولا من الدين ولا من الأخلاق واحد يسوي هالشغلة. نرجع الجرائم النظام السابق اللي تريدوني أحكي عليه. طبعا كان نظام مجرم، تعرفون ليش؟ لأن مسح الأمية بالعراق، لأن كان الأمن العام والشرطة تفتر على البيوت، تاخذ الأب تسجنه إذا ما داز جهالة للمدارس. طبعا هذا النظام ديكتاتوري، شلون يعلم الجيل؟ شلون يثقفهم؟ طبعا ديكتاتورية، لازم يعلمهم على غير شغلات. النظام وصل مرحلة النظام السابق المجرم بأنه مسح الأمية بالعراق. طبعا نظام ديكتاتوري، بحيث الأمم المتحدة دزت كتاب شكر إلى الرئيس صدام حسين لأنه مسح الأمية بالعراق. طبعا نظام ديكتاتوري ولازم يتحارب. الأعمال الثانية، الإجرام الثاني من يعني حرر النفط العراقي وأممه، لأن الشركات الأجنبية كانت تأخذ 5% من الواردات من العراق. طبعا نظام ديكتاتوري، شلون يأمم النفط ويخلي خطية ذول الشركات الأجنبية تتهتلف وتتهجول؟ طبعا نظام ديكتاتوري. نظام ديكتاتوري شلون يحرم البريطانيين والأمريكان من 5% من إيرادات العراق. النظام العراقي الجديد الديمقراطية، الشهرستاني من كان وزير النفط أعطى 50% للأمريكان والبريطانيين. طبعا هذا نظام ديمقراطي. طبعا هذا النظام لازم واحد يشجعه، لأن رهن 50% طاها للشركات الأجنبية. ومو بس هذا النفط العراقي الحمد لله والشكر انرهن إلى 45 سنة لقدام، يعني الأجيال مالتنا الجاية كلها راح تعاني راح تشوف قطرة نفط. يعني هذا التشولة ما يقدر يترسها. ليش؟ لأن ديمقراطية الشهرستاني والحكومة الجديدة الغير ديكتاتورية رهنت النفط 45 سنة لقدام، و50% تعطي هسه للشركات البريطانية. طبعا تكون ديمقراطية وطبعا تندعم. الشغلات الثانية، النظام السابق كان أكبر إرهابي، لأن كان يبعث الطلاب النشطين العراقيين بعثات للخارج، يجيب جيل جديد دكاترة ومهندسين يبنون البلد. طبعا ديكتاتوري، طبعا هذا إرهابي، لازم يتحارب، لازم يحطون ديمقراطية بالعراق. النظام السابق كان يبعث أولادنا وإخواننا وأبهاتنا إلى بعثات في بريطانيا وأمريكا وألمانيا حتى يرجعون أطباء ومهندسين يبنون البلد. وطبعا الصرح اللي كان أحسن صرح بالطب في العراق، مدينة الطب، انبنت على أيادي عراقية وأطباء عراقيين نافست المستشفيات بالعالم. طبعا نظام ديكتاتوري. هذا النظام لازم يتحارب، لأن بنى العراق. ليش بنى العراق؟ هذا النظام لازم يتخرب. لازم هسه احنا نشوف الديمقراطية بالعراق، وزارة الصحة أصلا حايرة شو تسوي، سرير ما عندها. فهذه الديمقراطية، هذه لازم واحد يدعمها. مو نظام ديكتاتوري دز بعثات ودز أطباء للخارج ويرجعون يبنون البلد. هذا ديكتاتور. شلون انتم تدعمون ديكتاتور؟ لا، ما يصير. لازم انتم تجيبون ناس يعني كانوا اللي عنده شمبار واللي عنده يغسل صحون واللي كان يبيع سباح، تحطوه وزير رئيس وزراء، هذول اللي يبنون البلد. بعدين يقولوا لي النظام بالعراق السابق ليش ما تتكلم عن المقابر الجماعية؟ انتم تعرفون كل زين انا عارضت، كتبت كتب، سويت فيلم، سويت اشكال الوان، ما امسح نفسي من اي شيء ما سويته، كل شيء سويت ضد النظام السابق. طبعا انا بعد اللي صار بالعراق خليتوني اترحم عليه، خليتوني اصلا اعتذر لكل عائلة الصدام الله يرحمه. هذا رئيس دولة كان فعلا اثبت بانه انا كنت على غلط. اغلب المعارضين حتى اللي كان ابهاتهم اخوانهم انقتلوا وانسجنوا وتعذبوا وترحموا على الرئيس صدام حسين الله يرحمه، لان اثبت هذا الرجل كان انسان وطني، انسان يحب بلده. قولوا علي بعثي، قولوا علي انت صدامي، قولوا اللي تريدون تقولوا، لان كلمة الحق صارت عار على الوطن هسه. اللي يتكلم الحق واللي يعطي
وكلمة الوطنية صارت عار على أي شخص، لازم تكون عميل حتى تصير وطني، والوطني لازم يصير عميل وبالسجون. فهذه الدنيا هيك انقلبت. ولهذا يعني من كنت قبل أنا من أسمع أو شفت من كنت بالعراق، ليش كنت أحزن مرات أقول مثلا ليش ينقتلون دول، ينعدمون حزب الدعوة أو هذول الأشخاص. هسه عرفت ليش الرئيس صدام حسين الله يرحمه كان يعدم هذول الحثالات. والله هذا الشخص بمقام يعني يعلم الغيب كامل، وكان يعرف هذول شلون يتعامل وياهم، وكان يعرف شلون يدوس على راسهم من كانوا خاتلين بالمجاري والامريكان طلعوهم. وشفتوا انتم اللي صار بيهم، وشفتوا حزب الدعوة اللي سواه 1000 مليار انباقت بزمن النور المالكي ابو السبح. ف لا حد يقول انت يا لطيف يحيى انت عنصري، انت كذا انت كذا. اتحداكم اذا فد يوم من الايام جبتوا لي فيديو او مقالة انا كتبتها بصحيفة غربية وصحيفة عربية اني ساب او تكلمت بسوء على اهلنا الشيعة العرب العراقيين اللي حاربوا معانا 8 سنوات ضد العدو الايراني، واكررها من انجرحت او كان اللي هذا الشرف انجرحت بمعركة القادسية، اللي شاني جندي من اهل العمارة شيعي اخويا ابني هذا. فلا تقولوا لي انت متطرف، انت ضد الكذا، انت ليش ما تحكي على القاعدة، ليش ما تحكي على داعش. انتوا لو ترجعون شوفوا المصيبة بالعراقيين الجدد هذول الجيل الجديد، ما يسوي سيرش، ما يسوي بحث يعني شوف انا ايش كاتب قبل، لا شوف له مثلا عنوان معين نزل على الفيسبوك، نزل على اليوتيوب، طوب رأسا قاعد سب، ما يعرف شنو الخلفية اللي انا كاتب قبل او كذا. انا اول من ندد بداعش، انا اول من طلعت فيديوهات قلت الميليشيات وداعش عملة وجهين العملة واحدة. وشوفوا رجعوا للارشيف مالي على اليوتيوب على صفحتي الخاصة راح تشوفون. بس هذول الغباء والحقد عامي بصيرتهم، عامي قلوبهم. اللي دافع عن بلده ما يعير الجهة الثانية. من هذا العار ابن العار الإيراني السيستاني اللي سموه مرجع وصمام أمان، أفتى بما يسمى بالجهاد الكفائي. شفتوا سووا لهم حشد محشي، وكل واحد عنده عصابة وميليشيا صارت رسمية، مدعومة حكوميا، مدعومة دوليا. عفوا. تشوفون الجرائم مالتهم في تكريت، في بيجي، في سامرة، في كل مكان هذول دخلوا ونقسوا. يعني إذا قيادتها سليماني وهادي العامري يعني ايش راح يطلعون؟ ولا قيس الخزعلي هذا النذل اللي ملفه مال الأمن العامة في النظام السابق نعرفه شنو هو، ولا مقتدى الصدر، ولا عمار الحكيم، وكل هذه الزبالات أهل العمايم. فناس قالوا لي ليش ما تسوي تنظيم أو حزب أو كذا؟ لا أنا أسست وسويت. كان حزب عندي معارضة توقف بال2003، كان اسمه منظمة التحرير العراقية. فهسه تفعل مرة ثانية، جبنا شكو مثقف، شكو ضابط، الناس الطيبين، الناس اللي كانوا بحزب البعث، مو هذول الناس اللي يتاجرون باسم حزب البعث ولا يتاجرون باسم الرئيس الله يرحمه صدام حسين، ولا يتاجرون بعائلته، وكل واحد حاط له صورة صدام حسين الله يرحمه، بس هو أنقص من النقاصة نفسها. كلها صارت تجارة، اللي قاعد بعمان واللي قاعد بالإمارات واللي قاعد بأمريكا وبريطانيا باسم حزب البعث يتكلم، وهو بايع نفسه وجاسوس يتجسس على كل إنسان وطني. فمو كل واحد يحط حزب البعث يعني هو بعثي، مو كل واحد يقول أنا أحب النظام السابق هو يحب النظام السابق، مو كل واحد يقول أنا أحب صدام حسين أو أي شخص ثاني فهو لا. العملية أصبحت تجارة من 2003 لحد اليوم. اسم الوطنية انمسح تقريبا من العراق، بقى عندنا قلة قليلة اللي تحب وطنها، اللي فعلا تريد تناضل من أجل تحرير العراق.
ولهذا أنا لا قلت اشتثاث الفلان ولا اشتثاث كذا. عندنا ناس من حزب البعث، الناس الطيبين اللي ما ايديهم ما تنقست لا بداخل العراق ولا بعد احتلال العراق. عندنا ناس من جهاز الأمن الخاص، من المخابرات السابقة، من الجيش العراقي السابق، وعندنا ناس من هذه الحثالات اللي يسموهم حكومة بالعراق. عندنا ناس طيبين بالداخل قاعد يشتغلون ويانا وقاعد يعطونا معلومات كافية. راح يقولوا لي أنت ليش ما يعني تشتغل؟ يعني احنا قاعد نشتغل الحمد لله والشكر، بس احنا مو مثل هذول الأحزاب اللي كل ما سوى له شغلة حتى لو مو صحيحة طوب نشرها على الفيسبوك، نشرها ما ادري وين، صورها ودزها. لا، احنا ما نسوي اعلان. اللي يريد يشتغل الوطن ما يسوي اعلان ولا يقعد هذا على مود ليش مثلا انا اصور على مود تجي مثلا السعودية تدعمني ولا الكويت ولا قطر ولا ما ادري منو، على مود والله نقول احنا حزب واحنا عندنا ملايين جوا. احنا لا عندنا ملايين ولا ابد. اللي عندنا وما نقول الرقم، ما نقول من اللي قاعد يتعاون ويانا. هذا شغلنا. اللي يشتغل ما يقول أنا سويت، اللي يقدم خدمة البلد ما يقول أنا سويت. من يقدم خدمة أنت غصبا عليك تقدم خدمة، هذا واجب وطني. من تساعد بشر أو تطلع ناس أو تعطي الناس، ما تقول ولا تسوي إعلان عن نفسك. الأمر الثالث وهو المهم، الناس اللي حكيت عليهم جماعة الاثنا عشرية. قبل عدة شهور اتصلت وحدة بالفيسبوك علي. أنا طبعا رسائل كثير تجيني، يعني حتى ما أقدر أرد عليها. طبعا المسبة هذه عادية، قومت تعلمت عليها، وجماعة تاج راسك وحامين الأعراض هم تعلمنا عليها هذولا، وأنا أسميهم بالفيسبوك ذبان المرجعية، لأن هذولا حشاكم مثل شو اسمه من يلتم عليه الذبان، وانتم تعرفون قصدي. فهذولا ما يعني ما عندهم واحد يتناقش وياهم ولا يقعد يقول لهم مثلا كذا. وهاي كثير بصفحتي رجعوا لعقلهم ورجعوا لدينهم ورجعوا لكذا. انا ما اقول لكم انا علامه ديني، بس اللي دا نشره فتح عيونهم لان ما يشوفوا. يعني هم شو يشوفون؟ هاي القنوات مال لطم وهريسه وطلعوا أربعينية ولطم والشغلات تعرفوها شنو. فأكو عراقية اتصلت بي على الفيسبوك، عندي أمور، عندي كذا عندي كذا، أرجوك أنا مثل أختك أنا كذا. رديت عليها. فهذه المرة قالت لي أنا شيعية، أنا كان عندي مشكلة وكنت حابستها بنفسي. فقلت له شنو المشكلة؟ قالت أنا كان أكو سيد معمم معروف يطلع على قنوات التلفزيون، يطلع كذا، وهو ممثل السيستاني في إحدى المحافظات، وأنا من هذه المحافظة. الرجل كان يعني يبعث لنا، يجي لبيتنا، أروح لبيتهم. آخر شيء اغتصبها لهذه المرة وصورها. فمن صورها قام يهددها بالفيلم. فصارت مثل الخادمة عنده أو يعني عبد، كل ما يتصل بها تروح عليه وما أدري شو. فما قدرت لا تقول لزوجها ولا تقدر تقول لأحد ولا تقدر تسوي شيء. فمرة من المرات راحت البيت، أخذت يعني سرقت الهاتف الثاني الموجود عنده. فمن أخذت للبيت شافت أكو أفلام خاصة بها مصورها. فشافت من ضمن الأفلام اللي موجودة فيلم البتها اللي تبلغ من العمر 10 سنوات. اسمعوا يا ناس، يا ذبان المرجعية، هاي مراجعكم. 10 سنوات. والسيد هذا ابن رسول الله اللي تقولون عليه قاعد يصور ابنه اللي 14 أو 15 سنة يمارس الجنس ويا هذه البنت. وقاعد الصوت طبعا عندي الأفلام، عندي كل اللي دزت لي إياه تقريبا 3 أو 24 فيلم دزت لي إياه من الموبايل. فطلبت من عندي أساعدها أطلعها من العراق، لأن صار عندها صدمة بأنه بتها تقريبا صارت مثلها كانت عبدة، يعني تروح وتجي ما حد يعرف بيها.
اللي علي اتصلت ببعض المنظمات الإنسانية، لأن أنتم تعرفون أنا عضو بمنظمة العفو الدولية، محامي بكل المحاكم الأوروبية تقريبا. فاتصلت على المعارف اللي أعرفها، وديت هذه الأفلام، قلت لهم تعالوا شوفوا أمريكا جابت لنا العراق. فمن ضمن اللجنة اللي كانت قاعدة أكو مرة كانت تتفرج وراوتهم الفيلم، قامت تتقيأ، مرة ألمانية قامت تتقيأ لأن ما تحملت تشوف هذا المنظر البشع لطفلة عمرها 10 سنوات يمارسون الجنس وياها وأبو عمامة قاعد يصورها، وصوته معلوم وانتم تشوفوه على الشرقية وعلى البغدادية يطلع إمام 50 ميكروفون و50 قناة قاعد تصوره. وأفلام ثانية شفتها طبعا شكله موجود وعريان، صورها بكاميرات موجودة في غرفة النوم، ما أقدر أعرضها لحد يقول لي اثبت لنا وما اثبت لنا، هذا الحكي ما أمشي به. أنا قدمت كل هذه الأفلام إلى منظمات خاصة بحقوق الإنسان، بحقوق الأطفال. أنا هذا شغلي، أنا ما أقعد أنشر أفلام خلاعية على صفحاتي وكذا، لأن تعرفون أول شيء راح تنمسح، وثاني شيء ما راح توصل. وجماعتنا ما يصدقون، بس يقعدون سب وشتم وفشار، وهذا شيعة وهذا سنة. فأنا أسلم هيك شغلات، وثائق، أفلام، أي شيء دا يوصلني دا أسلم المنظمات. فأنتوا يا جماعة الاثنا عشرية اللي محسوبين على الشيعة وتتمسحون بالشيعة، دوركم جاي، ولا تتصورون يوم من الأيام راح نعوفكم، لا بالداخل ولا بالخارج. وانتوا تعرفون كل الزين أني أنا أول شخص من عمل صفحة بفضايح الميليشيات وسميتها مطاردة الميليشيات خارج العراق، وقمت أنشر صور كل الميليشيات اللي دا توصل لأوروبا، وطبعا كلها سلمتها أجهزة المخابرات، أجهزة الإميغريشن يعني شرطة الأجانب، سلمتها إلى الشرطة في الدول هذه. وطبعا تهديدات وصلتني وترغيبات وصلتني، ترغيبات بالفلوس وترغيبات بمنصب أو كذا بس تحلقك. حتى وصلت مرحلة أكو يسموه رجل أعمال من أحدى الأحزاب عايش في لندن، حاول يعني شوف الدناءة مالتهم عبالهم كل شخص مثلهم رخيص ونقص، يقول لي أعرض عليك 2.5 مليون يورو بشرط أشتري الصفحة الخاصة مالتك على الفيسبوك مالك. وعرض يعني شلون مزايدات صارت بالأخير. قال لي طيب على كل واحد مشترك بالصفحة مالتك أعطيك فلوس مثلا مبلغ معين، وأنا صفحتي عبرت 120,000 مشترك بها. فطبعا سبيته وما خليت له طريق، قلت له أنا مو حزب دعوة ولا معمم ولا من دولة داعش، ما عاش أبيع الشغلة اللي أنا مقتنع بيها. وانتم تعرفون كل زين وصلت مرحلة من المراحل، خاصة بعد خطف زوجتي وبنتي والله يرحمهم هسه انقتلوا، فلا تتصورون راح أعوفكم، أقسم بالله هم يعني قد أنا أتنفس الهواء ما راح أعوفكم. وإذا تشوفون احنا مطاردين دول الميليشيات، الحكومات اللي ما قاعد تاخذ حقنا وحق العراقيين بطريقة خاصة قاعد الشباب يتصرفون وياهم، ومو كل شيء ينعرف ينحكي، لأن احنا قاعدين بدول بيها قانون، حتى المجرم ما تقدر تسوي له شيء اكو يقول لك قانون تروح. فالشغلة اللي ما نقدر ناخذها بالقانون اكو طرق خاصة هم ناخذها بيها، وخلي الشغلات هذه لأن ما نقدر نحكي، اكو قانون هذه الدول الأوروبية. فراح أقول لكم يا الحشد المحشي اللي أنتم قاعد تهددون على 24 ساعة على مدار الساعة على مدار الدقائق، والله شعرة من الكلب مالي ما تهزون، مو شعرة من عندي، من الكلب مالي، لأن أنتم ناس حثالة، ناس أوباش، وهذه اللي يسموها داعش وما داعش. أنا ليش ما أؤمن بيها؟ هذول فجروا وقتلوا حول العالم، ما شفت تفجير واحد أو طلقة ثارت على إيران. هذا اللي تحط لي علامات استفهام، مع العلم الحدود العراقية الإيرانية مفتوحة. لو كانوا فعلا بأنه هم ضد إيران لكانت التفجيرات هسه بنص قم طهران، بس هذول الناس مدعومين وخاصة من إيران، وإيران ما عندها، إيران أصلا مو شيعية، إيران
صفوية مجوسية، لا تؤمن بشيعة ولا سنة ولا أبد، يحطون عمامة يصيرون أئمة يصيرون كذا. هاي التقية ما نعرفها. هذول يدعمون الشيطان بس على مود يحتلون الخليج. والدول الخليجية أنا نبهتهم وكتبت لهم الملوكهم رؤسائهم الأمراء مالتهم، قلت لهم المد الصفوي جايكم. ضحكوا ما تضحكون، هذا أمر منتهي من عدم. 4 عواصم سقطت بيد إيران: بغداد، دمشق، اليمن ولبنان، كلها بيد إيران وبعد ماشية. وانت تشوفون يوم على يوم في بلدانكم يا الخليج الحسينيات قاعد تكثر، يوم على يوم دا تشوفون المد الصفوي دا يدخل لكم. وانتم قعدوا فكروا. الامريكان قالوا هيج، والله امريكان كشغلات سياسيه ما نقدر نتدخل، وخيركم انتم عقلكم تروحون تتوصلون بايران، وصايرين والله علاقات اخوه واشقه، واحنا مسلمين. ابقوا لحد ما يدخلوا لكم، مثل ما هتكوا اعراض العراقيات ودمروا العراق، وطبعا بسببكم، لان انتم دخلتوا الامريكان ودخلتوا ايران ودخلتوا كلها بسببكم. وهسه راح تدفعون الثمن، وراح تشوفون من يدخلوا لكم شلون راح يهتكون اعراضكم، وشلون راح يهجولون شعبكم ويسووكم لاجئين، ويحولون بلدانكم الى 1400 سنه رجع لي ورا. ابقوا انتم بدول خليجكم وكذا. رحتوا تضربون الحوثيين، ما حوثيين، ليش ما ضربتوا الناس اللي موجودين دا ينقتلون بالعراق؟ لان مصالحكم باليمن على مود هذا رحتوا له. بس العراق نسيتوه، سوريا نسيتوها، بشار الاسد المجرم يذبح ويقتل، وانتم قاعدين والله الامريكان ما ادري شنو، وروسيا تدخلت وفلان تدخلت. لكم انتم يا السعوديه والخليج والكويت، انتم لو مثل الملك اللي الله يرحمه الملك فيصل، اتصور لو تسوون هاي الشغله وتمنعون النفط على امريكا والاوروبيين اسبوع واحد، شوفوا كلها تجي تبوس قنادركم. بس انتم عملاء، انتم امريكا حطتكم، وانتم الدول الغربيه حطتكم. انتم خمسه بس من رجال الاعمال او المليونيريه بالسعوديه عندهم 880 مليار دولار في امريكا. يعني ذولا اذا سحبوا هذا المبلغ امريكا تسقط. يعني بس ذولا اذا سحبوا امريكا تفلس. 5 بس من السعوديين الامراء الاغنياء، يعني اذا سحبوا هذا المبلغ امريكا منتهيه. بس ليش ما تسووها؟ لان يقول لك دوله والله احنا عندنا استثمارات وعندنا مصالح، كلها مصالح. فان شاء الله العراق راح يتحرر من الصفويين. شلون؟ مو مشكله. انا قسمت مع اصدقائي، مع الناس اللي وياي، التنظيم مالتنا اسمه منظمه التحرير العراقيه. تذكروا لو حطينا ايدنا بيد الشيطان على مود ننظف العراق ونطلع عملاء ايران راح نسويها. ما راح نقعد نعلن ونقول فلان سوى وفلان سوى. اللي يريد ينتمي اهلا وسهلا وخلي طب ويانا، واللي يكون يعني اكو كم جاسوس دخلوا ومصيرهم نعرف وين راح. بس اللي يحب وطنه ويريد يخدم ويريد يسوي انا اهلا وسهلا، واللي ما يريد لا تحاولون تشوهون لا سمعه ولا تسوون كذا. وطبعا هذه اكو صفحات كل ما طلع شغله نحاول بانه باي طريقه نسوي شيء لبلدنا، يطلعون البعثيه، يطلعون صفحات الشيوعيه ما ادري شنو، دير بالكم مثل ما هذا الساقط بشار السبعاوي في النمسا يقعد دير بالكم لا تروحون وياه، هذا عميل امريكي وهذا عميل موساد وعميل ما ادري. انا شلون عميل؟ 25 سنه انا برا، لا جنسيه ولا اقامه ولا كل شيء. واول مره اقولها، كل سفراتي قاعد اسافر بيها بجواز مزور، وخلي يعرفون وما حد يعرف وين اروح وين ما دا اجي. يوميا نطنط من دوله لدوله، والعملاء والاهل اهل الميليشيات واهل الاحزاب الدينيه كلهم جنسيه، وكلهم ترسوا بنوقهم بالفلوس وباقوها. بس لطيف يحيى من طلعت لليوم هاي 24 25 سنه كان عندي لجوء سحبوه من عندي، كان عندي اقامه سحبوها من عندي، جنسيه طبعا رفضت، ما يعطوني لان ما صرت قندره حشاكم برجل امريكا. وما راح اصير، ما راح اصير، لان اللي متعلم على وفا الوطن والبلد والشعب ما يصير عميل. فاللي ارجو من عندكم يا اخواني،
من على الصفحات قاعدون تسبون تقولون كذا من الشيعة. لا يا اخوان، مو كل شيعي مو خوش انسان، ولا كل سني ادمي وخوش ادمي. ترى الشيعة اهلنا والاحرار موجودين، واللي دا يصور هسه اخونا من كربلاء وانا قايلها هو دائما وياي، ويموت عقله يطير من ذول اهل العمايم. فمو كل شيعي مو خوش انسان، ولا كل سني خوش انسان. يعني هذول السنة هاي من ابو ريشه وعلي حاتم وهذول الزبالات اللي باعوا الانبار، ومشعان الجبوري ابو قناة الزوراء، وشفتوا انتم هالعملاء اللي عندنا اللي محسوبين على السنة. فمو كل شيعي مو خوش انسان. يعني انا عندي اخوه والله الاصدقاء عندي شيعة ينحطون على الجرح يطيب. شيعتنا العراقيين ترى اهل بلد واهل وفا واهل خير واهل نخوة، من تنخاهم يجيك طاير بدون جايب عشيرته ويجي يقول لك انا يمك. لا يقول لك انت والله اسم ابنك عمر ولا فلان علي ولا فلان. يعني شلون؟ انتوا احكوا على ذول اللي تربوا بحضن ايران، هذول الاثنا عشرية، جماعة اللي يسبون الصحابة، هذول تلزمهم تقطع نسلهم إلى 10 ضار حتى ينضف العراق من عندهم. لأن خطية هذول الشيعة أهلنا العراقيين دا يدفعون ثمن يعني الصدق باهظ بسبب ذول الاثنا عشرية وجماعة إيران. يعني ذول المساكين اليومية تفجير وقاعد ينذبحون على مدمنه. يعني ذول الشيعة أهلنا من يجي ينقتل الشيعي العراقي دا أحكي عليه ابن الأصول اللي تروح البيته يفتح بيته ويقول لك نام واني خذ طار يمك. هذول الشيعة العراقيين الاحرار. بس تقول لي ذول الاثنا عشرية اللي نعرف اصولهم جابوهم من باكستان والهند، هذول لا غير شكل، والايرانيين. زين، تيجي مرة ثانية ذول الميليشيات اللي اسميهم حشد المحشي، كل ما حكايه والثانية لو هسه انزل ما اعرف شنو، هسه صورة هيك مجرد اقول سلام يا عراق ينزل هيك من عمر، هيك من ابو بكر، هيك من عائشه، احنا تاج راسك، احنا شيعه علي الكرار متبرئ منكم ومتبرئ الحسين منكم ومن افعالكم يا انقص ما خلق الله. ويجيك يقول لك احنا نحمي عرضك. طيب انتم اول شيء منو صخم وجهكم قال لكم تجون؟ الناس اللي ما تفتهم يتصورون ما يعني المصيبه شنو؟ العقل العراقي صار من النوع المخرف، او من كثرة الأحداث صار مخرف. يعني أنت ليش تضرب الحية من ذيلة وتقول أنا راح أقتل الحية؟ أنت تقتل الحية من راسها حتى تموت تنتهي. بحجة داعش، هو من يدخل داعش لو ما أنتوا يعني أنتوا لو كنتوا نظام 1400 سنة تطالبون بالمظلومية، والكلمة اللي دمرت العراق من رفعت بلاد الرافدين كلمة هيهات من الذلة. ومن ذاك اليوم لليوم العراق والشيعة زين بالتحديد عايشين بذلة، لأن هذه الكلمة اللي دمرت العراق. كلها جت باسم المظلومية، وكلها جت باسم هيهات من الذلة، واحنا مهمشين واحنا كذا واحنا كذا. ما حد همشكم. حزب البعث إذا مو 60 كان 70% شيعة، بس شيعة عرب عراقيين كانوا بي، واكو مندسين اللي طلعوا ذبوا الزيتون ولبس صار عمامه وصار رفيق حزبي، مولاي صار، بدل رفيقي صار مولاي. فهذول معروفين. هاي الثورة اللي سموها هسه مديرة استغفر الله من حلقي، زين، كلها كانت بعثية، وكلها كانت بالأمن، وكلها وكلاء بالاستخبارات وبالأمن والمخابرات، عشان كلها صارت جيش مهدي وجيش استغفر الله. فدول دا يستغلون أسامي الأئمة، ودا يستغلون أسامي الأنبياء، ودا يستغلون أسامي الحروب التاريخية، ويجون. احنا 1400 سنة 1300 سنة اللي ورا، احنا 2015 العالم دا يدور اكو مي فوق المريخ، واحنا حايرين شو وقت يطلع المهدي، وهذا ابن عمر وهذا ابن ابو بكر، وهذه عائشة ايش سوت، وهذا فلان شي. احنا شلنا شغل، احنا كبرنا وعينا. هذا دين، تقتنع به ما تقتنع به هذا شغلك، بس مو تقعد تعير هذا فلان شي وتقعدون تسوون قصص وافلام. انتوا يا الحشد المحشي منو صخم وجهكم تروحون لهذه، والموصل تشهد عليكم 300 400 واحد هزموكم بالدشايديش 20,000. زين، انتوا لا تقولون بدنا نطهر اراضيكم ونحرر اعراضكم من داعش. انتوا منو صخم وجهكم ومن البداية تجيبون داعش؟
وبسببكم جت داعش. زين، انتم والله العظيم ما بكم رجال. لو ما الامريكان والطيران الجوي مالتكم هذول كانوا قعدوا بنص بغداد هسه بالمنطقه الخضراء. حايرين لي بقاسم سليماني نص جيش ايران دخل لكم، مجندين بالمليون شخص ايراني ومعطيهم جناسي عراقيه وتقولون هذا الحشد الشعبي. يا حشد شعبي يا كفائي. هذا الزنديق مالتكم المومياء اللي قاعد بالنجف يسموه مرجع، المرجع اللي يعطاكم جهاد كفائي، بس بالخمس هذه يكتب على الصفحه مالته الخاصه يقول الخمس حرام يتوزع على غير الموالين. يعني احكيها بالعدل اقول ماكو، السنه ما ياخذوا ولا المسيحيين ولا ابد، غير الموالين. وهم من هنا مطلعين هذا الفيلم الهندي السنه انفسنا، السنه انفسنا، بس ما محسوبين ياخذون من الخمس ياكلونهم خبزه او اكله نظيفه لان مو موالين. شوفوا التناقض عند هذول الاثنا عشريه. الناس وصلت للآخرة دا يعرفون هسه شكو بالكون، وانتم حايرين لي شيعة وسنة. هذه مال الشيعة وسنة لازم تنقطع من العراق، هذه مال العربي وكردي لازم تنقطع من العراق. الهدف مالتنا نرجع العراق، ما يخالف يجوز مو بحياتي، يجوز مو هذا، بس اكو اجيال راح تطلعها، اكو اجيال الوطنية بدمها، الوطنية بضميرها، مو ناس هذول اللي طلعونا هسه جماعة علي وياك علي، الزهرة وياك. طبعا الله منسي بالنسبة لذولا، ما عندهم شيء اسمه الله، اسمه علي، اكو حسين، اكو زهرة، الباب فلان انقطع وذاك حرق وهذا اكلت كبد، وهذا شغلات افلام هندية يوميا مطلعين لنا شغلات يوميا. انا دا انشر والله لا استحي ولا راح اتوقف، ولا تهديدي في وياي ولا مسبة في وياي. احكوا قولوا اللي تريدوه، لفقوا اللي تلفقوه. انا عندي نهج معين، لا راح اوقف ولا راح يعني اخاف وحرام. طبعا هاي مال اخاف، انا ما اخاف، يعني جسمي كله رصاص، يعني شو تريدون تسوون بعد؟ بالداخل انضربت وبالخارج انضربت، واللي منقع ما يخاف من المطر. بالنهاية اقول لكم ان شاء الله عراقنا راجع. اهلا وسهلا اللي ينتمي لتنظيمنا، اهلا وسهلا باللي يحاول مو الا تنظيمنا، اي تنظيم يعتقد بي خير للعراق انتمي له. اي تنظيم، اي منظمه، اي حزب تشوفه بيه خير للعراق انتمي له، عدا المشتركين بما يسمى بالعمليه السياسيه. انت شفتوا هذا واحد من الحثالات فايق الشيخ ما ادري شو اسمه، كان ينطنط بالتلفزيونات يحكي عن المالكي ويسب المالكي وما ادري شنو، ويوقف يم المالكي القسمه والفلوس تتوزع. خمد بعد ماكو شيء اسمه مالكي يحكي عليه، صار بالبرلمان وانتهى وينصب على الناس، ياخذ دولة جماعة سبايكر ما ادري شنو، يروح عليهم ياخذ تواقيع من عندكم وانا ياخذ حقهم وياخذ فلوس ويحطها بجيبه. هذول الناس اللي انتخبتوهم، وهذول الناس اللي موجودين بالعملية اللي يسموها سياسية، وهذول الحمير مال المرجعية معروفين، والحمير السنة المحسوبين على السنة هم انا اسميهم حزب الدعوة القسم الشيعي السني من جماعة الحزب الاسلامي، وهذا الجبوري وما جبوري وهذا أسامة النجيفي وغير نجيفي. كل شخص منتمي ومشارك بهاي العملية السياسية راح يتحاسب بالخارج ولا بالداخل. الشلون ما اكو حشد محشي برا، اكو ناس مناضلين ابطال والله العظيم مستعدين يقعدون بسجون، وقعدوا قسموا بالقرآن، حطوا القرآن قسموا وقالوا نقعد بالسجون بس حتى لو نصيد لنا واحد واثنين من عندهم، وما بيهم خير، لان من يطلعون برا يختفون حمايات وحراسات مثل البواق الحرامي، يطب بليل ويطلع بليل. فبالنهاية اقول الله يحفظ العراق، يحفظ اهلنا كلهم بشيعتها بسنتها بمسيحية بكرادها بتركمانها بصابئتها بكل دانها بكل الطوائف والاديان بالعراق، والله لا يرحم كل شخص تسبب بتحطيم العراق، وإذا أنا كنت واحد من عندهم الله هم لا يرحمني إن شاء الله. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير.